المشاهدون الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم، بكل خير أحييكم وأقدم لحضراتكم نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية والمستهل بالعناوين. وزارة الإعلام تقيم أنشطة 2019 وتبحث برامج 2020. البلاد تشهد تشييد 29 سد خلال 2019. برامج تنموية فاعلة في كركبت. إصابة 11 جنديا أمريكيا في الهجوم الإيراني على قاعدة عين الأسد العراقية. سفينة حربية أمريكية تعبر مضيق تايوان بعد أقل من أسبوع من الانتخابات. اليونان تحث حفتر على اتخاذ موقف بناء في مؤتمر برلين. السلام عليكم ورحمة الله. قيمت وزارة الإعلام في الاجتماع الذي عقدته أمس الخميس 16 من يناير الجاري قيمت الأنشطة التي نفذت في 2019 وكذلك المميزات وجوانب القصور، وبحثت خطة عمل عام 2020. وقدم وزير الإعلام السيد يمان جبر مسقل في الاجتماع التقييمي توضيحا مفصلا حول مميزات وجوانب القصور في المهام المنفذة خلال عام 2019 في المجال الهندسي وتقنية المعلومات والموارد البشرية والإدارة والمالية، إضافة إلى الإذاعة والتلفزيون والصحافة والإنترنت. كما أشار التقييم إلى الأعمال المنجزة كإضافة نشرة الخامسة عصرا وبرنامج تحليل الأخبار والمبادرات المتخذة لتعزيز برامج ترفيهية في الإذاعة والتلفزيون، والبرامج التي عكست المناسبات الوطنية والشعبية والأحداث الدبلوماسية المهمة، والبرامج المعدة لإبراز الإنجازات التنموية الكبيرة وتقوية دور البرامج القادمة من الشركاء، مشيرا إلى إيجابية التركيز على وسائل التواصل الاجتماعي. وذكر معالي الوزير يمان بأن أحد أكبر برامج 2020 هو مشروع التحول الرقمي الذي يتم تنفيذه بالتعاون بين إريتريا والصين، ويساعد هذا المشروع إلى تحول البث من التناظري إلى الرقمي، ويعزز قدرات البث الوطني في الإذاعة والتلفزيون، ووضع برامج لتنظيم دورات تأهيلية بالتزامن مع هذا المشروع. كما تضم الخطة برامج أخرى لتحسين وتعزيز برامج وسائل الإعلام وغيرها من البرامج. وبعد أن استمع المشاركون للتقييم المقدم والخطط المستقبلية، قدموا آراء واستفسارات حول التقرير المقدم. ذكرت وزارة الزراعة في الاجتماع التقييمي الذي عقدته في 16 و17 بأن البلاد شهدت خلال 2019 تشييد 29 سدا. وقيم الاجتماع مميزات وقصور البرامج المنجزة ونمو الإنتاج في الإقليم الأوسط بنسبة 11% مقارنة بالعام 2018، والمنتجات الزيتية ب 121% والعسل ب 45%. وعلى العكس انخفضت نسبة الألبان ب3% نتيجة لقلة العلف الحيواني. وأوضح التقرير الذي قدمه فرع الزراعة في إقليم القاشبركة عن حصاد 1.4 مليون كنتال بفضل الخريف الطيب في 2019، وارتفعت النسبة بالضعفين مقارنة بالعام 2018، فيما أشار إلى انخفاض نسبة الخضروات. أشار التقرير المقدم من فرع الزراعة بشمال البحر الأحمر إلى إنتاج أكثر من 3 ملايين لتر من الحليب، وارتفاع نمو العسل بنسبة 15%، وانخفاض إنتاج البيض بنسبة 21%، موضحا السيطرة على نوعين من الجراد في شهر نوفمبر بتضافر جهود كافة الجهات وقوات الدفاع دون إحداث أضرار على المزارع. وبعد أن ناقش المشاركون التقرير المقدم، قدموا مقترحات بناءة من ضمنها توفير خلايا النحل العصري إلى جانب الخلايا التقليدية، وتعزيز مراقبة تنظيف المزارع، وأن تكون الآفات الزراعية غير ضارة بتربية النحل وإنتاج العسل، وإيجاد حلول لقلة الموارد البشرية وغيرها من الآراء والتوصيات. وألقى وزير الزراعة السيد رفاين برهي كلمة الختام دعا فيها لمواصلة العمل في البرنامج المنسق للزراعة الأسرية، وأن تمنح أنشطة حماية التربة وحفظ المياه ابتداء من إصلاح المساقط المياه الأهمية. وذكر سيادته بأن المزارع التي أجريت لها البحوث يتم توزيعها للمزارعين وظلت تلعب دورا كبيرا في تنمية الإنتاجية، موضحا الدفع بقوة
بعمليات الأبحاث الزراعية في العام 2020. أوضح حاكم إقليم القاشبركة السيد أبرهة قارزة منح اهتمام كبير لبرامج التنمية التي تشمل الزراعة وإرساء الطرق ومشاريع المياه وإدخال مؤسسات الخدمات الاجتماعية في مديرية كركبت. وقال لدى تفقده برامج التنمية الجارية في المديرية ولقائه سكان أقمايت إن البرامج الجارية تعمل لسد نقص الخدمات الاجتماعية عامة وخدمات المواصلات والمياه على وجه الخصوص، حيث أكد السكان على استعدادهم للإيفاء بالمتطلبات لإنجاز المهام. وأوضح حاكم إقليم القاشبركة إن إدارة الإقليم ستعمل جاهدة لإنجاح برامج التنمية واستقرار الرعاة الرحل وحصولهم على الخدمات الاجتماعية. من جانبه أوضح مدير مديرية كركبة السيد عبد الكريم إدريس إن سكان المديرية عامة والمقيمين شمال أملايت خاصة يواجهون صعوبة في الحصول على المتطلبات، تحل البرامج المنفذة هذه الإشكالية، داعيا المؤسسات الحكومية الناشطة في المديرية لمنحها الاهتمام الكبير. وتفقد حاكم إقليم القاشبركة السيد أبرهة قارزة في زيارته للمديرية أنشطة التنمية الزراعية أسفل سد كركبت وطريق كركبت حرنايت المشيد بطول حوالي 160 كيلومترا، وخزانات المياه التي تشيد في لوكييب، والتنمية المروية التجريبية في أتاي، وأنشطة التعليم في أغومايت، ونقص الخدمات الاجتماعية الموجودة في أغومايت وأكايدا وهريريب وهاوان. أوضح الاتحاد الوطني للمرأة في إقليم جنوب البحر الأحمر إن بناء فرع الاتحاد في هولندا لغرف انتظار الحوامل في بلدة طيعة ساعد في انخفاض نسبة وفيات الأطفال والأمهات. وأوضحت رئيسة فرع الاتحاد في إقليم جنوب البحر الأحمر السيدة سعدية إبراهيم في الاجتماع التقييمي الذي عقد في مدينة عصب بحضور ممثلي إدارات الضواحي وعمال المؤسسات الحكومية تركيب طواحين للغلال تعمل بالطاقة الشمسية في 3 مديريات بهدف تحسين حياة المرأة. وذكرت أن برامج هذه السنة تشمل إكمال البرامج غير المنتهية وتنفيذ برامج تطوير المرأة ورفع مشاركة ومنافسة المرأة في التعليم ومكافحة العادات الضارة ورفع إيرادات الاتحاد وتنظيم دورات تدريبية. أوضح مسؤول مكتب التعليم في مديرية فرو الأستاذ إسماعيل علي الجهود الجارية لتقوية العملية التعليمية في المديرية. وقال لوكالة الأنباء الإريترية إن عدد المدارس ارتفع من 3 إلى 40 مدرسة خلال السنوات 28 الماضية، وارتفع نسبة الطلاب. وذكر بناء روضة للأطفال وبدء خدماتها هذه السنة الدراسية، ويتم تشييد مدارس جديدة في أهمله ودينانلو، ووجود برنامج لبناء مدارس في عمر جابري وبارداديما. وأوضح بأن أغلب المدارس شيدت للمرحلة الابتدائية، ويحدث ضيق في الفصول الدراسية بعد ترقيتها إلى المرحلة المتوسطة، ويتطلب الجهود المنسقة لصيانة المدارس القديمة. وأشار الأستاذ إسماعيل إلى بذل الجهود لتطوير مشاركة وكفاءة الطلاب وتقديم التعليم المكثف للأطفال من عمر 9 وحتى 14 الذين فاتتهم فرص التعليم في العمر المحدد عبر برنامج عريوت. وشدد على ضرورة فتح مدرسة داخلية للحد من مقاطعة الدراسة. ويتابع أكثر من 44 ألف طالب حوالي 33% منهم من الإناث الدراسة هذه السنة الدراسية في فرع. تلقى حوالي 100 شاب من مختلف الوزارات والمؤسسات الوطنية بالإقليم الأوسط تلقوا تأهيلا في الإدارة والقيادة يومي 15 و16 من يناير الجاري. واشتمل التأهيل الذي نظمه فرع الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في الإقليم الأوسط الموروثات الثقافية وتقوية الثقافة الوطنية وإبراز القيم والإدارة والقيادة، وكذلك تأثير شبكة التواصل الاجتماعي. كما تضمن التأهيل سمينار حول رفع وعي الشباب في أوضاع البلاد الراهنة وتعزيز مساهماتهم في المهام المرحلية. وقال رئيس الاتحاد الوطني للشباب والطلبة السيد صالح أحمد دين في السمينار إن الشباب الواعي بقضايا وطنه الذي يتحلى بقيم مجتمعه ويعتز بوطنه يعتبر الضامن لمستقبل البلاد.
بعد الفاصل سادتي نعود لمواصلة الأخبار. أصيب 11 جنديا أمريكيا على الأقل خلال الهجوم الإيراني على قاعدة عراقية ينتشر فيها جنود أمريكيون، وفق ما أعلنت القيادة المركزية اليوم الخميس أو أمس الخميس، على الرغم من نفي البنتاغون سابقا وقوع إصابات جراء الهجوم. وقال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية الكابتن ييل أوربان في بيان: في حين أنه لم يقتل أي من الجنود الأمريكيين في الهجوم الإيراني في 8 يناير على قاعدة عين الأسد الجوية، إلا أن العديد منهم خضعوا للعلاج من أعراض الارتجاج الناتجة عن الانفجار، ولا يزالون يخضعون للتقييم. وعند وقوع الهجوم كان معظم الجنود الأمريكيين 1500 في القاعدة قد تحصنوا داخل ملاجئ بعد تلقيهم تحذيرات من رؤسائهم. ووفق تقارير سابقة للجيش الأمريكي فإن الضربة الإيرانية تسببت بأضرار مادية جسيمة لكن دون وقوع إصابات. وحتى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أيضا أعلن في الصباح بعد القصف الصاروخي أنه لم يصب أي أمريكي في هجوم الليلة الماضية. ومع ذلك قال أوربان إنه في الأيام التي تلت الهجوم وبسبب إجراءات احترازية مكثفة تم نقل بعض الجنود من قاعدة عين الأسد. قالت وزارة الدفاع التايوانية إن سفينة حربية أمريكية عبرت مضيق تايوان بعد أقل من أسبوع من إعادة انتخاب الرئيسة تساي إنج وين بأغلبية ساحقة على أساس برنامج للنهوض في مواجهة الصين التي تطالب بالسيادة على الجزيرة. وأضافت الوزارة في بيان مقتضب أن السفينة أبحرت جهة الشمال عبر الممر المائي الحساس تحت الرقابة الكاملة للقوات المسلحة التايوانية، ووصفت عملية الإبحار بأنها مهمة عادية. وتايوان هي أشد القضايا الحدودية والدبلوماسية حساسية للصين، ولم تستبعد بكين قط استخدام القوة لإخضاع الجزيرة لسيطرتها. ومضيق تايوان الذي يفصل الجزيرة عن الصين هو مصدر للتوتر الدائم، ودفعت الصين بحاملة الطائرات شاندونغ عبر الممر المائي مرتين خلال الفترة التي سبقت انتخابات تايوان. ونددت تايوان بذلك واعتبرته محاولة للترهيب. وفي بيجين قالت المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جينغ شوانغ إن الحكومة تراقب عن كثب تتبع مرور السفينة، وحث الولايات المتحدة على التعامل بشكل ملائم مع قضية تايوان وبطريقة لا تلحق الضرر بالعلاقات الصينية الأمريكية وبالسلام والاستقرار في مضيق تايوان. قال وزير الخارجية اليوناني نيكولاس ديندياس بعد اجتماعه مع خليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا إن أثينا شجعت حفتر على التصرف البناء في محادثات تجري في برلين الأسبوع المقبل في محاولة لإنهاء القتال من أجل السيطرة على طرابلس. وقال ديندياس إن بلاده تشجع قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر على التصرف البناء في محادثات برلين بشأن ليبيا الأسبوع المقبل. واعتبر وزير الخارجية اليوناني أنه كان ينبغي لبلاده أن تكون من المشاركين في مؤتمر برلين بشأن ليبيا حسب ما ذكرت وكالة رويترز. ولم تدع اليونان للمشاركة في المؤتمر الذي يعقد الأحد في برلين، وهي ترفض الاتفاقات التي وقعتها حكومة طرابلس مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والتي تتيح لأنقرة المطالبة بحقوق في مناطق واسعة من شرقي البحر المتوسط. وحذر رئيس الوزراء اليوناني من أن اليونان سترفض داخل الاتحاد الأوروبي أي اتفاق سلام في ليبيا إذا لم تلغى الاتفاقات بين أنقرة وحكومة طرابلس. من جانبه أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أنه سيشارك في مؤتمر برلين وفق بيان صادر عن الخارجية، معربا عن تأييده الجهود التي تبذل للتوصل إلى هدنة في هذا البلد الإفريقي. اجتمع المئات من الخبازين في جنوب غربي الهند لصنع أطول كعكة في العالم في محاولة لكسر الرقم القياسي بموسوعة غينيس الذي كان من نصيب الصين بكعكة بلغ طولها 3.2 كيلومتر تقريبا عام 2018. وشارك حوالي 1500 خباز بإعداد كعكة الفانيليا في مدينة تيروسور التابعة لولاية كيرالا، وقاموا بوضع الشوكولاتة على الكعكة الممتدة على آلاف الطاولات البالغ طولها حوالي 6.5 كيلومتر وعرض 4 بساط أي 10 سنتيمترات.
وتزن كعكة الفانيليا حوالي 27 ألف كيلوغرام. وقضى الخبازون الذين كانوا يرتدون الرداء التقليدي الخاص بالطهاة ما يقارب الأربع ساعات لإعداد هذه الكعكة. انتهت نشرة أخبار المساء قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.